عين الحدث، جريدة إلكترونية مغربية متجددة على مدار الساعة. يسبورا مدير المعرض الوطني الكتابي المستعمل في دورة 14 شهر الثقافة للجميع. وهذه الدورة تميزت بمشاركة بعض الحرفيين من خارج الدار البيضاء كوجدة، فاس، فريقة، مراكش، سطات، برشيد. وهذا كيبين بأن المعرض من تحسن من أحسن إلى أحسن. بالنسبة في زمان أصبحنا دابا كنعيشوا زمان راك عارف الثورة الإلكترونية واش بالعكس ما عنده علاقة الكتبي، ما عنده علاقة بالثقافة الإلكترونية. هو عنده الجمهور ديالو خاص، عنده الجمهور اللي كيعشق الكتاب وكيحب الكتاب. الكتاب هو خير صديق له وخير أنيس لا، هو ما كيبغيش يدخل عنده. وحنا هاد الميزة اللي عندنا ديال الكتبيين هو أن الكتب ثمن زهيد جدا، يمكن 3 دراهم فما فوق، وهذا اللي كيجعل الجمهور كيزايد سنة بعد أخرى. وهذا كيبين بأن حضور كثيف ديال الزبائن ديال المواطنين من جميع الشرائح، الفقراء والبرجوازية والمتوسطة، وكل كيقتني الكاتب اللي يقدر المستطاع ديالو. هذه هي الميزة ديالو. يعني نعتبروا بأن الكتب مستعملة شكلا من أشكال العدالة الثقافية. نعم، هذا الجمهور ديالو ما كيتخلاش ديما كيبغي، هو كيقلب عليه كيقول لك انت غدير المعرض بين المعرض، هذا عنده الجمهور ديالو خاص. من الملاحظ بأن قمنا بزيارة للمعرض وكنكتشفوا بأن أغلبية شباب. كيفاش كتفسروا هذا؟ والأغلبية ديال الكتبيين القدام توفوا. هذه كتبي المقبلين اللي كيجيو كتبي مثلا حنا راه كتعرفوا الاستاذ بحكم حنا في عملة ضرب 6 الفيدا وارتكب الكثافة السكانية على الصعيد الوطني، فلا فيها 4 كتبيين. إلا بغيت تكون كتبي بمعنى كريم حرفي، حنا يلا 4. خصك يكون عندك مال قارون وصبر أيوب وعمر. إذا هذا الميدان بحد ذاته ديالو صعيب بزاف، تقريبا في جميع التخصصات، في الاجتماع، في التاريخ، في الاقتصاد، في الدين، في كتب موازية، في مجلات إلى آخره. إذا كذا كيتطلب واحد الجهد كبير، واحد الصبر كبير، واحد التجربة كبيرة. دابا 40 عام ديال الحرفة من 87 دابا يلاه كنعرفوا 0.0001%. بما التعقيدات ديالها بحد ذاتها راه صعيبه بزاف. لان اكبر مكتبه راه كانت في الكونغرس الامريكي فيها تقريبا ما يفوق من 80 مليون عنوان. حنا اللي عرفنا غير 10 شحال خصك، بحكم راه انت كتعرف الاستاذ كتشتغلوا في القرعه في اسواق هامشيه. اذا كيدير هذا الكتبي تيمكن ليه يمتهن هذه المهنه في ظروف وفي اشتغال في ظروف صعبة جدا جدا، وما يمكنش تخدم في هذا الدومين إلا ما كنتيش مرتاح فيه. وحنا دابا الأغلبية ديال الإخوان اللي كانوا كاع مثقفين، بعض الإخوان وصلوا لواحد المراكز عليا كيشوفوا بأن كتبي كيبيعوا خردة. مثلا كيكون مريح مع صاحبو كيقول لي سيد كتاب من القريعة، سيدهم نضرب غلب. بالعكس في الدول الأوروبية إلا بغيت تكون كتبي خصك مباراة زائد 7 سنين كتسمع علم المكتبات، خصك تكون مستشار ثقافي، تكون ملم للحرفة. هذا هو كتب. وكتبي لا محل له من الإعراب من طرف الدومين اللي خصو يهتم به وزارة الثقافة. ما كاينش واحد التحاور وما كاينش واحد النقاش، ما كاينش هذيك كيقول لك هذا ما ربما ما تابعش لوزارة الثقافة، داير غير التجارة حرة. كلمة أخيرة. كنتمنى نكونوا عند حسن ظن المواطن، ونكونوا ان شاء الله قدمنا لهم واحد اللوحه اللي تنال الاعجاب ديالهم. وهذا راه كاين واحد الاقبال كل عام كيتزايد، وهذا ناتج على الحرفيه والمهنيه ديال الكتبيين. رغم كما قلتي الاغلبيه ديال الكتبيين شباب، فالاغلبيه ديال الكتبيين انا غير الجمعيه ديالنا 90% توفى، فيهم الاستاذ عربه، فيهم عبد الهادي، فيهم نهري مصطفى، نهاري عبد الله، فيهم عنيبه، فيهم بقينا غير حنا الرئيس. الله يطول العمر ان شاء الله. شكرا سي يوسف، بارك الله فيك على هذه الكلمه الطيبه. عين الحدث، جريدة إلكترونية مغربية متجددة على مدار الساعة.